السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سفة مدفونة على طريقتي، كتجي رائعة جدا. اللي ما عمرها ما وجدت سفة غادي تنجح معها إن شاء الله من أول تجربة، وغتوجد لكم في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا. ما كاين لا 7 تصفيرات لا حتى شي حاجة، فقط 2 ديال التصفيرات وكطيب وكتجي شعرة حدا شعرة. كتجي رائعة جدا. المهم تبعوا معايا طريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنا كما كتشوفوا كنقطع البصله، خديت 3 ديال الحبات كبار ديال البصله وغادي نقطعهم كما كتشوفوا هكا. انا بغيتها تجيني التغميره شويه كثيره، داكشي علاش كثرت البصله. مع العلم انني ما دايراش بزاف ديال المقادير. هانتوما غتشوفوا درت غير شويه، غير جهد لي انا اللي غادي ناكله انا وبنتي. المهم بغيت انا غير نشارك معكم الطريقه، نحط طريقه رائعه جدا وطريقه زوينه. بغيت نشاركها معكم. كما كتشوفوا خديت هاد البصله هذه، درتها في هاد الطنجره ديال الضغط، ضفت عليها شويه ديال الملحه، ما تكثروش الملحه، شويه ديال الملحه وواحد تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون وصافي وخليتها على جنب. وهنا خديت واحد البول اللي غادي نشرمل فيه الدجاج، درت واحد الضرس ديال الثومه كبير حكيته، وهنايا عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وراس معلقه ديال البزار، وضويمه ديال الزعفران، وواحد المعلقه صغيره ديال السمن. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان وغنشرملو فيهم هاد الطريفه ديال الدجاج. كما قلت لكم انا درت كميه اللي هي قليله، ما درتش بزاف. نتوما الا غديروا بطبيعه الحال غتزيدوا المقادير، والا كنتو غادي ديروا دجاجه اولا كميه كبيره ديال الدجاج نفس الطريقه وغتشرملوا بها. غتضبلوا فقط المقادير. صافي بعد ما شرملت داك الدجاج غادي نوضعوه هنايا كما كتشوفوا على هاد البصله، وغادي نشلل هاد البول. غادي غير باش داك الإقامة ما تضيعش لينا، غادي ندير هنا تقريبا واحد نص كاس أو كاس إلا ربع ديال الماء. صافي وغادي نسد على هاد الطنجرة وغادي نردها فوق البوطة وندير ليها الصفارة ونخليها على نار مهيلة طيب، على خاطر داك البصلة كتطلق لينا الماء وكتعسل. وكتجي بهاد الطريقة هادي ساهلة وصراحة وكتجي رائعة. هنا كما كتشوفوا خديت تقريبا واحد نص كاس ديال الزبيب، غسلته مزيان وضعته هكا في كاسرونه، ضفت ليه السكر وضفت ليه واحد شاسيه ديال الفاني ودرته فوق البوطه يتسلق. هنا كما كتشوفوا ها نتوما راه داك الدجاج راه طاب لينا، وشوفوا الكميه ديال المرقه اللي عندنا. صافي غادي نحاول نشحرها هنا مزيان مزيان حتى توقف لينا هاد المريقه. ضفت هنايا واحد راس معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال العسل. ما كانش عندكم العسل ديروا الآخر، ديروا واحد المعلقة ديال السكر. وشديت داك الدجاج بعد ما حيدته فرتته مزيان وحيدت منه العظومة ورجعته هنايا كما كتشوفوا راه كمية قليلة. كما قلت لكم انا ما درتش كمية كثيرة، درت كمية قليلة غير هكا اللي غادي تشهاتها بنتي وقلت نوجدها ونشاركها معكم. هنا كما كتشوفوا عندي تقريبا هنايا واحد نص كيلو ديال الشعرية. الشعرية تكون نوعية جيدة. صافي درت ليها هنايا تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت، وغادي نحاول نخلطها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنخلطها مزيان حتى كتلبس ليا داك الشعيرات كاملين ديال الصفه، كيتلبسوا ليا بالزيت. صافي غادي نوضعها هنايا في الكسكاس وغادي نوضعها فوق البرمه اللي بطبيعه الحال عندي فيها الماء سخون كيغلي، وغادي نخليها تفور. هنا كما كتشوفوا البرمه راه غطيتها هكا بواحد المنديل باش كيرجع عليها داك الصهد او داك البخار كيرجع على داك الصفه وكطيب لينا بسرعه. وبصراحه الطريقه هذه سريعه، نتمنى انكم تجربوها. هنا كما كتشوفوا خديت انايا الكسكاس وضعته في بانيو وكبيت داك الكميه كامله اللي في البرمه، كبيتها على هاد الصفه. وغنخليها تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق بحال هكا، غير غتشرب ليا الماء مزيان. ومن بعد عاد غادي نصفيها كما كتشوفوا، غنخليها تسقطر مزيان. وهاد الماء اللي في البانيو غادي نرجعوه في البرمه، باقي غنطيب فيه هاد الصفه هادي، وغنخليها تزيد تسقطر تقريبا هكا واحد 3 دقائق. نخليها تسقطر من داك الفائض ديال الماء. كما كتشوفوا ها نتوما راه ما كتعجن ما حتى شي حاجه، غير الماء يكون طايب مزيان. المهم انا هنا عندي كميه قليله، الا كانت عندكم كميه كثيره راه غتكبوها كامله في البانيو او في الكسريه وتكبوا عليها الماء وتخليوها داك ال5 دقائق، ومن بعد غتهزوها بشي صفايه او فشي شبيكه وتصفيوها مزيان. وعاد تكملوا المرحله. المهم انايا حيت عندي غير كميه قليله فضلت انا ندير ليها بحال هكا، جاتني صراحه سهله. هنا كما كتشوفوا هنايا فرغتها هكا في هذا البانيو. غادي نوضع ليها هنايا الملح، ضروري انكم ديروا ليها الملح وديروا ليها الملح بزايد حيت راه داك الملح كيهبط مع داك البخار في الماء.
صافي وغادي نخلطها مزيان كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ها نتوما كتشوفوا راها مفكوكه ما معجنه ما حتى شي حاجه. درت ليها هنا واحد المعلقه ديال الزبده، انا الصراحه درت لها غير الزبده ديال البواطه، الا كانت عندكم سونطرال يكون افضل. وهنايا غادي ندير ليها شصية ديال هاد الفاني. إلا عندكم زهرة البرتقال ديروها كتجي حسن. صافي وغادي نخلّط مزيان زينة تصفى، نحاول هاكا نفكها بيدي كما كتشوفوا راها مفكوكة وراها ها نتوما راه قرّبت طيب. ها نتوما شعرة حدا شعرة ما معجنة ما حتى شي حاجة. صافي هنايا كما كتشوفوا بعد ما رجعتها هكا للكسكاس رديتها في الكسكاس، غادي نردها فوق البرمة ونخليها تفور مزيان حتى طيب. بعد ما طابت ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، راها طايبة وصراحة وطريقة سريعة بين ما كيطيب لينا داك الدجاج وديك المريقة كتكون حتى السفة طايبة. ها نتوما هنايا بعد ما فرّشت هكا المهم تقديم عادي. ومهم يعني غير قلت لكم راه درت غير داكشي اللي غادي ناكلو وقلت أنايا نشارك معاكم الفيديو وصافي. المهم هنايا كما كتشوفوا درت الكمية ديال داك الدغميرة مع البصلة والدجاج. صافي غادي نوضعها بحال هكا فوق السفة. وعاد غادي نبدا نغطيها كما كتشوفوا، غادي نغطي السفة ديالي بحال هكا. غنغطي داك الدغميرة غنغطيها بالسفة ونحاول نقاد هكا بطريقة عادية وسهلة كما كتشوفوا. ما درت لا سفة بريستيج لا حتى شي حاجة، المهم التقديم البسيط اللي كنديرو للسفة. المهم أنا الطريقة اللي بغيت نشاركها معاكم، ونتمنى من الأخوات اللي ما عمرهم ما وجدوا هكا السفة أو اللي ما عمرها ما عرفاتش هاد الطريقة هادي تجربها. أنا أكيدة غادي تنجح معاها. صافي كما كتشوفوا التزيين بسيط. هنايا درت داك الكاوكاو مهرمش ومحمر درتو هكا في الجوانب. ودرت الزبيب اللي عسلته وصافي خطوط ديال السكر والقرفة، المهم تزيين بسيط. أنا الطريقة اللي بغيت نشاركها معكم، نتمنى أنكم تجربوها وأنا أكيد غتنال إعجابكم. شكرًا على طيب المتابعة والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. وما تنساونيش من لايك وتشجيع الفيديو وبارطاجيو القناة مع الأهل والأحباب. سلامة.